سكنهم في احسن وطيلات، وجد ليهم احسن بنيه تحتيه. يعني حتى الوطيلات كاين غير 5 نجوم، ما كاينش شي فريق اللي كان في شي وطيل ماشي 5 نجوم. الحافلات لعلك ترضى، الملاعب نقيه، الملاعب كيف ما كيقولوا المغاربه كتشرب الماء. يعني بنيه تحتيه واجده لهاد كاس افريقيا. في الاخير اتهموه بالكولسه، ان القجع كيدير وان المغرب سيفوز بهاد الكاس في الاخر تخلى عليها. الخبر الزوين هو ان المغرب حاليا كيطمح لفرض تاشيره للدول الافريقيه اللي كانت عندها التاشيره مفتوحه، يعني ان اللي كان الافريقي كي غير بجواز السفر كيجي للمغرب. اليوم تم الاعلان على ان المغرب غيعاود يفرض اغلبيه الدول تاشيره باش انهم يدخلوا المغرب، لان هذيك الكاس الافريقيه كتسمى تسرقات من المغرب، يعني ماشي تربحات وانما تسرقات، لانه باش انك تخرج من الملعب وما تقصاش، يعني الحكم ما اعلنش على نهايه المباراه وتعاود ترجع للمباراه باش تربح، فخاصك تعرف ان المغرب اهدى لك هذيك الكاس، عطاها لك باش يحافظ على علاقاته السياسيه. اما في الاصل لو ان هذيك الكاس حافظ على المغرب واخداها، كانت غتنوض ابواق هما المغرب شرا الحكام، المغرب هز، المغرب حط، علما ان المغرب جميع المباريات ديالو قام بشكل عادي كأي فرق، وكيكونوا اخطاء تحكيميه حتى في الدوريات الانجليزيه والدوريات الاسبانيه ولا في الكؤوس العالميه كتلقى اخطاء تحكيميه، هذه حاجه باينه. الا في المغرب كاينه الكولاسه وكاين باش المغرب يفهم القالب اشنو كاين، انه ما كاينش الصديق، وان العناطز خاصك توجد ليهم غير الزبالات، ما توجدش ليهم موطيلات وداكشي. المهم انا متفق مع هاد الفيزا انها تفرض كيف ما فارضين هاد الدول الاوروبيه.